يا دكتور، رمضان دخل علينا، اصوم ولا ما اصومش؟ دي من اكتر الاسئله اللي احنا بنتعرض عليها في الفتره دي. تعالوا نتكلم في الفيديو ده عن الصيام. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لينا. زي ما اتكلمنا كده، احنا هنتكلم النهارده في فكره الصيام، فكره الصيام في مرضى الاعصاب او اصابات الاعصاب. تعالوا نتكلم كده ونشوف هل احنا هنقدر نصوم ولا ما نقدرش نصوم. في الاول طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول شهر رمضان الكريم، وربنا ان شاء الله كده يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تعالوا بقى نتكلم ونشوف هنصوم ولا لا. خلينا نتكلم في الاول ونقسم الامراض العصبيه لجزئين كبار. اول حاجه الجزء اللي هو الاكيوت ستيج وجزء كرونيك ستيج. ايه هو جزء الاكيوت ستيج ده؟ هي المرحله الاوليه من الاصابه، بمعنى ان انا لو حصل لي مثلا سكته دماغيه او جلطه او نزيف او الحاجات دي كلها، اول مرحله بتتم فيها الجلطه دي. يعني في كتب بتقول انها بتبدا من اول يومين لغايه اول شهر او اول شهرين كمان في بعض الحالات، فدي اسمها المرحله الاوليه من المرض. طيب المرحله الاوليه من الامراض بتاعتنا زي النخاع الشوكي مثلا، هي المرحله اللي انا بعمل فيها لا قدر الله الحادثه، او لا قدر الله حصل التلوث في النخاع الشوكي او الالتهاب النخاع الشوكي وبدا يحصل لي شويه مشاكل. المشاكل دي دخلتني المستشفى وقعدت فيها فتره، اخدت ادويه وهكذا. دي اسمها المرحله الاوليه. المرحله الثانيه وهي الكرونيك ستيج، دي بتبدا من اول ما الاعراض بتاعتك تبقى ثابته، او يبقى كل الفيتال ساين اللي هي الحاجات الحيويه بتاعتي او القياسات الحيويه زي التنفس والضغط والسكر والكلام ده تبقى خلاص ثبتت. فانا كده دخلت في مرحله ثانيه اسمها كرونيك ستيج او المرحله المزمنه من الاصابه. هنبص بقى لفكره الصيام عندنا في المرحلتين. اول حاجه لما نيجي نبص على الصيام هنلاقي في شقين، شق الاول ديني وشق علمي. طبعا الشق الديني في بعض الشيوخ اتكلموا فيه وقالوا ان احنا طبعا ليس على المريض حرج، واتكلموا في لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاحنا كده رجعوا الشق ان انت هتصوم ولا مش هتصوم بالنسبه للمريض للدكتور. يعني قالوا ارجع للدكتور المختص بتاعك وشوف هل المرض بتاعك يسمح ان انت تفطر او تصوم، وكده كده انت معاك رخصه. اتفقنا؟ ده بالنسبه للشق الديني. تعالوا بقى نتكلم على الشق العلمي. اول حاجه في المرحله الاوليه بتاعتي اللي هي الاكيوت ستيج، كده لا يفضل فيها الصيام. تمام؟ ده كده قولا واحدا ان احنا ما ينفعش اصلا ان احنا نصوم في المرحله الاولانيه. ليه؟ تخيل معايا ان احنا حصل لنا مثلا اصابه نخاع شوكي. اصابه النخاع الشوكي دي لا قدر الله مثلا حصلت نتيجه حادثه، الحادثه حصلت والنخاع الشوكي تضرر وانا دخلت عمليه وقاعد في الاي سي يو او الرعايه لمده 10 15 يوم، والدنيا لسه مش ستيبل وادويه رايحه وادويه جايه، وانا في المرحله دي هقول انا عايز اصوم. طب هتصوم ازاي؟ وكل الادويه اللي لازم تدخل بمواعيد معينه دي لازم تدخل دلوقتي ولازم تعمل التاثير بتاعها على الجسم بتاعك دلوقتي، فبالتالي الصيام بتاعي هيأثر بشكل سلبي على العلاج بتاعي، فبالتالي غير مسموح بالصيام في الفتره دي. ليه؟ لان انا في ادويه كتيره بتدخل في الجسم بتاعي وانا محتاجها انها تحسن الجسم بتاعي عشان الاصابه تعدي والمرحله بتاعه الاصابه تبدا تتحسن وتعدي مننا. بالنسبه مثلا للجلطات او السكتات الدماغيه، معظم الجلطات او السكتات الدماغيه بتحصل في الناس الكبيره في السن، بتحصل نتيجه مثلا ضغط مرتفع، سكر مرتفع وهكذا. طب احنا ده ليه او ده نعمل ايه بقى فيه؟ بناخد له ادويه. الادويه دي بتبقى غالبا كل 6 ساعات او كل 8 ساعات. طب انا هظبطها ازاي في يومي اللي انا المفروض هصوم فيه؟ ما ينفعش ان انا اخر مواعيد الادويه بتاعتي، فبالتالي لازم ناخد بالنا ان المرحله الاوليه بتاعتي دي ما ينفعش ان انا اصوم فيها. بالعكس انا كده واخد الرخصه بتاعت ربنا، وان الله يحب ان تؤتى رخص، فبالتالي انا هفضل اكمل على ان انا افطر اليوم ده، وممكن ان شاء الله لما الدنيا تبقى ثابته وتبدا الاعراض بتاعتي تهدى ويبدا السكر بتاعي والضغط والكلام ده كله يتظبط، ابدا ان انا اصوم تاني واكمل في الطريق اللي انا فيه. فده ما فيش منه اي مشكله. تعال نتكلم بقى في المرحله الثانيه وهي المرحله المزمنه او الكرونيك ستيج. هنا بقى الكلام يختلف شويه. ليه؟ لان احنا هنختلف باختلاف المرض نفسه. يعني لو جلطات او سكتات دماغيه، تعال نتكلم في السكتات الدماغيه مثلا، وهي المراحل المزمنه بتاعته بتحصل ما بين مثلا شهرين وانت طالع. انا ضغطي مظبوط، سكري مظبوط، ماشي على ادويه مظبوطه، والدنيا كلها بالنسبه لي زي الفل. طيب الادويه بتاعتك كل قد ايه؟ كل 12 ساعه. صحيا تقدر ان انت تصوم ولا لا؟ اقدر ان انا اصوم، فما فيش اي مانع ان انا اصوم، بس لازم قبل ما تاخد القرار ده بتروح راجع لدكتور المخ والاعصاب بتاعك. ليه؟ لان دكتور المخ والاعصاب بتاعك هو اللي كاتب الادويه دي وعارف الوقت اللي اسمه الاكتيف بيريود بتاعت كل دواء. يعني الدواء مثلا باخده الساعه 1 مثلا الظهر، فالمفروض الدواء ده يقعد مثلا، في ادويه تقعد ساعه، في ادويه تقعد ساعتين، لغايه ما توصل للاكتيف بوينت بتاعتها والاكتيف بيريود بتاعتها. دكتور يروح حاسبها ويقول لك انت تقدر تصوم، لان الفتره بتاعت الصيام بتاعك دي الدواء هيفضل شغال فيها عادي في خلال اليوم كله، فمش هيحصل اي مشكله. فبالتالي رجعت للدكتور بتاعي وقال لي صوم، يلا توكل على الله وصوم وكل حاجه تمام. بس تاخد بالك بقى لو قررت ان انت تصوم، اول ان شاء الله ما تفطر وربنا يتقبل دايما، هتروح ايه بقى؟ تزود فكره الفلويد بتاعك او
العصاير او السوائل بتوعك. ليه؟ لان العدو الرئيسي للامراض العصبيه من بقى شد، من ضعف عضلات، من الحاجات دي كلها، هي فكره نسبه الميه في الجسم. لازم نسبه الميه في الجسم افضل محافظ عليها، وبما اني قررت ان انا اصوم فلازم احافظ على نسبه الميه بتاعتي. النصائح اللي احنا متعودين عليها من واحنا صغيرين اللي هو ايه؟ اول ما تفطر ما تشربش ميه كتير والكلام ده كله، طبعا ده لازم نمشي فيه، ولازم نمشيها بحاجات فريكونسي معين او تردد معين للشرب بتاعي. يعني ما ينفعش ان انا اشرب ميه مره واحده، لا ده انا عايز اقطعها عشان الدنيا بتاعتي تبدا تتحسن وهكذا. تمام. لو انا بقى مرض مزمن بس الادويه بتاعتي باخدها في فترات قليله 6 ساعات 8 ساعات وهكذا، دي مش هينفع ان احنا نصوم فيها. ده بالعكس، انا هقول لك افطر فيها بالكلام ده. ليه؟ لان انا لو وقفت الادويه دي انا بضر جسمي، وانا مش عايز اضر جسمي، فبالتالي ربنا مش هيرضى ان انا اضر الجسد بتاعي نتيجه ان انا عايز اصوم. احنا بنعملها عشان طبعا دي حاجه ربنا يتقبلها وحاجه عظيمه، بس انا في العكس هروح اضر الجسد اللي ربنا مديهولي، فالدنيا كده مش هتبقى مظبوطه. فيبقى لازم اخد الرخصه بتاعت ربنا في الحاجه اللي زي كده واوقف فكره ان انا اصوم، بل العكس ان انا افطر وهكذا وهكذا وهكذا. تعالوا بقى نتكلم على العلاج الطبيعي للامراض العصبيه اثناء رمضان او اثناء الصيام. هل اعمل علاج طبيعي ولا ما اعملش علاج طبيعي؟ في الحقيقه ما فيش اي بيبر او اي ورقه بحثيه بتقول ان احنا ما نعملش علاج طبيعي في اثناء رمضان، لا خالص. ده بالعكس، ده بيقول لك عادي خالص، اعمل نفس الاكتيفيتي بتاعتك ونفس التمارين بتاعتك ونفس كل حاجه وما توقفش اي حاجه خالص. تمام. بس ناخد بالنا في امراض معينه، يعني مرض زي مثلا التصلب المتعدد. مرض التصلب المتعدد مشكلته او عدوه الاكبر هو الاجهاد او الفتيج. فبالنسبه لي ما ينفعش ان انا اجي في رمضان والمريض ده صايم وافضل اعمل في تمارين كتير 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 لغايه ما اوصله للاجهاد العصبي بتاعه. ليه؟ لان ده هيسوق فكره العلاج بتاعه، هيسوق فكره المرض بتاعه وهكذا وهكذا وهكذا. ما ينفعش اجي المريض تصلب متعدد في المرحله الاكتف من المرض بتاعه ولسه جاي له اتاك جديده اهي حاصله، واروح اقول له لا ده انت هتصوم وهتعمل تمارين وهتعمل كذا وكذا وكذا. ده ما ينفعش. ليه؟ لان ده هيسوق المرض بتاعي، بالعكس ده هيخلي كل الاعراض بتاعته تزيد زياده اساسا عن اللي هو موجود فيه. فبالتالي لازم نعمل التمارين بتاعتنا عادي جدا، نمشيها قبل الفطار او بعد الفطار، مش هتفرق معاك كامراض عصبيه، لان احنا كده كده الفتره اللي احنا بنعمل فيها التمارين بتاعتنا مش هنوصلك للاجهاد فيها، بالعكس احنا هنحافظ على المستوى بتاع العضلي بتاعنا في اثناء شهر رمضان عشان نقدر ان شاء الله نحافظ على اللي احنا وصلنا له قبل رمضان ونكمل عليه بعد رمضان كمان. بكده نكون اتكلمنا معاكم عن فكره الصيام للامراض العصبيه، وهل يستحسن ان انا اصوم او لا. اخر نصيحه هقولها لكم، اول ما تقرر اذا كنت انت هتصوم او لا لازم نراجع الادويه بتاعتنا مع دكتور المخ والاعصاب بتاعنا عشان نبقى ماشيين بشكل صح 100%. ربنا يتقبل منكم وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش تدعمونا عن طريق عمل شير وسبسكرايب للقناه بتاعتنا، ومستنيينكم ان شاء الله في حلقات كتيره، ومستنيين تعليقاتكم في اي موضوع عايزين نتكلم فيه. شكرا.